Welcome to 18 Plus Hair Expert Lab. هاي دكتور شريف، ازيك؟ هاي باري، ازيك؟ الحمد لله. بما اننا دلوقتي في تغيير الجو ففي مشكله بنقابلها كلنا وهي قشره الشعر. فعايز اسالك، هل قشره الشعر سببها النظافه؟ في ناس للاسف فاكره ان هي نظافه فبتستحمى كتير وكده كلنا. لكن المشكله ان هي فطر طبيعي موجود على الجلد بيحصل له خلل اسمه ملاسيزيا، فاحنا بنرجع بس الاكوليبريم ده تاني فالدنيا بتتحسن. يعني سبب فطري مش نظافه، يعني لو استحميت كتير ده مش هيفرق؟ لا، ده اكشلي ممكن يزود المشكله اكتر، انه هينشف فروه الراس، وما هينشف فروه الراس الجسم يوفر كومبنسيت ويبتدي يطلع دهون زياده، فبالتالي يزود القشره زياده. طيب يا دكتور، الناس بتخاف قوي تستخدم شامبو القشره علشان بينشف الشعر. هل شامبو 18 بلس مختلف؟ هو مختلف ان هم مزودين عليه حاجات بتخليه يرطب الشعر، بلس ان هو فيه دول اكشن، حاجه اسمها كليمبازول وبايركتونولامين، الاثنين دول بيساعدوا ان هم يتخلصوا من الفطريات، بلس ان هو فيه ماتشا. اوكي. بس الماتشا هتساعد هنا، بتبقى انتي انفلاماتوري. تحفه. طب جاهز بقى دلوقتي نقوم نلعب انا وانت في اللعب؟ يلا. جاهز نلعب مع بعض؟ جاهز. هسألك سؤال جاوب عليه في 5 ثواني بس. alright. ماشي، قولي 3 حاجات بتزود القشرة. رطوبة والستريس، والناس بتحط زيوت كتير في شعرها. انا الرطوبة بتبهدلي شعري في الساحل. ده بسبب ان في فطريات اسمها ملاسيزيا بتزيد شوية فروة الراس، فلما بنمشي على شامبو صح يوجولي بيقلل الفطريات دي فالقشرة بتتحسن. برافو. دورك انت بقى، اسالك. ماشي. عندي 5 ثواني. ما توترنيش. ايه ال3 حاجات اللي بتقول ان في التهاب في الراس؟ الهرش والقشرة الكتيرة وحمار اللي في الفرن. شطورة. عارفة ايه كمان؟ ساعات بيبقى فيه ريحة خفيفة كده، فلازم الشامبو يبقى فيه ساليسيليك اسيد عشان يشيل لنا الطبقة دي. اوكي، يلا دوري. قولي ايه اهم سبب بيرجع القشرة تاني للشعر؟ في 5 ثواني ولا اقول على طول؟ لا، 5 ثواني. طيب، اهم حاجة ان الناس بتوقف العلاج بدري، المفروض تمشي عليه لمدة 2 3 مرتين 3 في الاسبوع. صح، انا كل حد اعرفه اول ما بيحس القشرة قلت بيوقف الشامبو. المفروض يكملوا 2 3. اوكي، دوري انا بقى. يلا. ردي في 5 ثواني. حاضر. ايه حاجات الناس بتعملها غلط اللي عندهم قشرة؟ بيفركوا القشرة عشان يشيلوها، صح. وبيحطوا اللي هي الكريمز او زيوت علشان صح. يشيلوا القشرة من الفرن. فهنا المفروض يستخدموا بقى شامبوهات بتبقى فيها ساليسيليك اسيد او خفيفه على الراس عشان ما يحسوش الاحساس الحكه ده ويبقوا مستريحين. اوكي، تحفه. طيب دلوقتي 18 بلس سالوا اسئله على البيج عندهم، وبقول لك الاسئله اللي الناس بعتها لهم عشان عايزين يعرفوا اجاباتها. اول سؤال عندي، لو حد شعره دهني زيي ينفع يستخدم شامبو 18 بلس؟ ديفنتلي ينفع، عشان هو بيظبط الميكروبيوم بتاع الشعر، فهيقلل لك افرازات الدهون في الجلد. طيب تاني سؤال، شفنا طرق كتير قوي على الانترنت لاستخدام شامبو الشعر، ممكن تقولي اصح طريقه؟ هتجيبي شامبو تحطيه في شعرك وتروحي تعملي اي حاجه في البيت تانية، تسيبيه لمده 5 ل 10 دقائق. ماشي. بعد كده تغسليه، تعملي كده بقى 2 3 في الاسبوع، يعني ماشي. يوم لا يوم لا لمده قد ايه بقى؟ 3 ل 4 اسابيع. اوكي. يعني القشره لما تروح هتعملي ايه؟ هفضل مكمله. طيب، طب انا لو بطلت استخدم الشامبو القشره هترجع لي تاني؟ ديبيندز، لو خلصتي السايكل كلها المفروض ما ترجعش تاني، لو رجعت تاني مع تغيير الفصول او كده او العك في الاكل ساعتها نرجع نستخدمه تاني. ثانك يو قوي يا دكتور. It's my pleasure عليا. انبسطت جدا واستفدت جدا.